القبض على الداعية أمير منير بسبب تطبيق عمرة البدل. كشفت مصادر مطلعة معلومات عن الجدل المثار حول العمرة الإلكترونية التي دعا إليها الشيخ أمير منير. ونفت المصادر ما تردد عن القبض على الداعية المعروف بسبب اتهامه بالنصب من قبل اللجنة العليا للحج والعمرة، حيث تم تقديم بلاغ للجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد انتشار دعوة الداعية الديني باعتبار أنها مخالفة صريحة للقانون المصري. ودعا الداعية الديني أمير منير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بدفع 4000 جنيه من خلال تطبيق إلكتروني غير معروف وأداء عمرة لقريب أو متوفى دون سفر الشخص إلى المملكة العربية السعودية، الأمر الذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة من مصر قد قال إن ترويج أحد الدعاة للعمرة أونلاين ودفع أموال من خلال تطبيق إلكتروني يقع تحت طائلة النصب حسب وصفه، مشيرا إلى أنه يمثل مخالفة صريحة للقانون الذي يعتبر الترويج لمثل هذه الأمور بهذه الطريقة بمثابة نصب واحتيال. وأشار إلى أن هناك قانون ينظم عملية الحج والعمرة والسفر لأدائها منعا لوقوع المواطنين تحت طائلة النصب والاحتيال من بعض الأشخاص أو الشركات غير المسجلة، حتى تم إقرار أن تكون العمرة من خلال شركة مصرية وسعودية على التوازي، وبالتالي الطريقة التي يتم الترويج لها عبر قانون غير قانونية على الإطلاق. ونصح المواطنون بعدم الانسياق خلف هذه الدعوات والتي لا ينظمها القانون وغير مضمونة العواقب، خاصة أن هذا المبلغ ليس صغيرا، إلى أنه قد يدفع الكثير من البسطاء لدفع المال رغبة في تنفيذ فريضة محببة للمسلمين في كل بقاع الأرض. وكان الداعية أمير منير قد شغل الرأي العام المصري خلال الساعات الماضية بعدما أثار الجدل بشأن عمرة البدل. ووجه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة للداعية المصري، معتبرين إياه يتاجر بالدين بعدما نشر مقطع فيديو روج فيه لتطبيق إلكتروني يتيح لمستخدميه أن يوكلوا شخصا آخر بأداء المناسك نيابة عن العاجزين أو المتوفين أو المرضى، وهذا مقابل مبلغ مالي قدره 4000 جنيه. وأشار منير خلال المقطع إلى أن متابعيه عبر فيسبوك سيحظون بخصم مالي حال كان المتقدم من بين أول 500 شخص يرغبون في استعمال التطبيق، في لفتة دعت في أذهان الناس إلى فكرة الإتجار بالدين. بعيدا عن ردود فعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لاقى مقطع الفيديو انتقادات لاذعة من جانب العلماء والمتخصصين، كان على رأسهم الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، الذي وصف المتحدثين في الدين عبر السوشيال ميديا بأنهم جهلاء وسفهاء. وأضاف كريمة بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية أن الأفضل للشخص أن يؤدي العمرة بنفسه دون الحاجة إلى آخر يؤدي المناسك محله. وتطور الأمر إلى تحرير بلاغ ضد منير، فأعلن ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر أن اللجنة حررت بلاغا للجهات الأمنية ضد الداعية لما بدر منه من دعوة تخالف القانون المصري بحسب وصفه. وأوضح تركي بحسب ما نقلته صحيفة المصري اليوم المحلية أن الدعاية لمثل هذه الأمور وبهذا الشكل تعتبر نصبا واحتيالا، مؤكدا وجود قانون ينظم عملية الحج والعمرة والسفر لأداء الحج. ومع ارتفاع حدة الانتقادات الموجهة إليه، حذف الداعية أمير منير مقطع الفيديو المثير للجدل، لكنه ظل ثابتا على موقفه واستمر في الدفاع عن نفسه، وهذا خلال منشور طويل شرح فيه وجهة نظره. وقال منير في منشوره الأخير: أتعلمون لو أن القضية مرتبطة بالمال لكنت قد فعلت إعلانات يوتيوب وفيسبوك التي أغلقتها من الأساس، رغم أنها ستدر علي آلاف الدولارات من المشاهدات التي أحظى بها، لكني أفعل هذا لاعتقادي بحرمانيتها. ونقل منير حديثه عن عمرة البدل: الوكالة أو الإنابة بالحج جائزة عن المتوفى والعاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، عكس رأي الإمام مالك الذي يرى أنه لا يجوز إلا لوصي المتوفى قبل موته، ولا يجوز للعاجز لأنه فقد القدرة.